العيد يعني العيدية، يعني الكحك، يعني اللبس الجديد، يعني العيدية. تعالوا مع بعض نعرف أصل حكاية العيدية في التاريخ. عرفت العيدية منذ أيام الدولة الفاطمية، حيث كان الخليفة يقوم بتوزيع العملات المعدنية الذهبية والفضية على أفراد الشعب من جاءوا له بالتهنئة بالعيد. يعني من آخر اللي كان بيروح له بيديله مثلا حتة كده معدن ذهب ولا حاجة، أرزاق. وعرفوا أيضا عيد الفطر أيضا عند الفاطميين بالعيد الحل، حيث إن العيد لم يكون ولم يكن أبدا يقتصر على الأموال فقط، بل الملابس الجديدة توزع على الناس جميعا. واستمر موضوع العيدية ده أيام الدولة المملوكية، وكانت تعرف الجميكة، اسمها كان كده صدقني. وكانت موجودة أيام الدولة العثمانية، وتطور اسمها مع الوقت فأصبحت تعرف باسم العيدية. وظلت العيدية موجودة حتى وقتنا هذا، وتعتبر من أبرز مظاهر العيد التي تدخل البهجة والفرحة على الصغار. العيد يعني عيدية. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم.